تعرف امتى بتبلش تحس حالك انك بدأت تصير لأقرب حالة مثالية جسمانيا وعقليا ونفسيا؟ لما بتبلش تصير تسمع كلمات من العالم مثل انت بدأت تتغير، انت كأنك صرت أناني، كأنك صرت حاسة هيك انك مستفز، او بلشت كأنك هيك عم تخسر بس انت عم تكسب. كل هاي الكلمات بيقولوها العالم لحتى تبلش تحس بشعور الذنب، حتى تبدأ هيك ترجع لشخصيتك القديمة. ليش؟ لأنه أو نسختك القديمة، لأنه نسختك القديمة كانت عم تخدمهم. هاي النسخة مثلا الساذجة أكتر أو أي شيء كانت عم تخدم صالح لإلهم، هن بيعرفوه. بالتالي بيحاولوا يرجعوك هيك خطوة لورا. لكن أرجوك ما تصدق وتعرف إنك أنت على الطريق الصح وتستمر بتغييرك. مثلا أعطينا مثال، مثلا أنت كنت سمين وبلشت تكسب بأنك تخسر وزن. لما كنت سمين كان عندك نقص ثقة أكتر، كان عندك هيك كنت بريء أكتر، شخصيتك هيك. لما بلشت هيك تصير تستعيد حالك وجسمك وهاي الأشياء صرت أكثر ثقة، أشجع، عم تعبر عن حالك أكتر، بلشت تدخل بحالة أقرب حالة للمثالية جسمانيا ونفسيا وعقليا. حتصير تسمع مثل هاي الكلمات انك بلشت تصير اناني، انت بلشت تصير مستفز، كل هاي الكلمات. ويلا مشان بعدين انت تصير تقول انا لازم ارجع، هيك عم بخسر الناس، لازم ارجع لشخصيتي. بيدخلوك بهذا الصراع لحتى فعلا هيك تبدأ هيك ترجع خطوة لورا أو تحاول ترضيهم. أرجوك حاول ارضي حالك وما تصدق كلامهم. و... والناجحين هن من امتلكوا صفة الأنانية، لأنهم حبوا حالهم، حبوا يصيروا في هذا العالم. فإذا كنا نحن شربنا المقلب لا تشربوا انت.